النهارده كنت في معهد الاورام بجيب العلاج بتاعي. شوف الساعه كام، الساعه 4:10، مخلصه لسه دلوقتي. تعبت النهارده، تعبت والله العظيم، تعبت جدا. انا اتصلت ببنتي تيجي تاخدني، والله مش قادره. انا جيت في الاوبر الصبح، كل ما اجي الاقي تغيير، حاجات اتغيرت. كل ما اجي الاقي حاجه اتغيرت. مخليني العيال اللي هم بيدخلوا عند الدكتوره تصرف تدخل ناس قبل ناس، حاجه يعني. بس الحمد لله خدت العلاج. بس انا جايه الساعه كام، 9 الصبح. الساعه دلوقتي 4 بالظبط، يعني شوفوا بقى لي كام ساعه، 7 ساعات بالظبط عشان اصرف علاج. هل ده ينفع؟ انا مستنيه دلوقتي ريهام جايه في السكه هتاخدني، لاني ما قدرتش بصراحه اطلب اوبر واروح، لان انا تعبت. يعني المره اللي فاتت، يوم الاربعاء اللي فات، جبت العلاج الثاني اللي هو بتاع الهرمون. روحت الضغط عالي عندي. هنا بقى ايه، زعيق ووش في المستشفى. خلوا الواحد يروح مصدع، يعني انا خارجه مصدعه من المستشفى بسبب الزعيق والوش اللي جوه. وغير فوق بقى لما تدخل ناس قبل ناس، والناس يزعقوا والناس تتضايق، وحرق الدم. يعني الواحد بيتحرق دمه من غير ما يعني يروح للمشاكل ولا اي حاجه. يعني مثلا انا قاعده وفي ناس جايين بعديه وانا شايفاهم، تدخلهم قبلينا. طب ليه؟ تقول لك لا، عشان الدكتوره قالت اللي راكب عجله يخش. طب نروح نركب بقى عجله، استغفر الله العظيم يا رب، علشان تدخلين. لكن ما ينفعش كده. بس اعمل ايه؟ وتيجي تتكلمي مع الناس اللي هم جايين بعديكي، كدابين، ناس كدابه، وتقول لك لا انا اللي جايه قبل منك. الناس كدابه، انا ما شفتش كده ابدا بجد. يعني حاجه مش ممكن. الست طالعه معايا في الاسانسير وانا دخلت اديتها الملف، وهي ادتها الملف بعدين، وتقول لك لا ده انا جايه قبل منك. طب ما انت طالعه معايا في الاسانسير، والراجل التاني يقول لي ده انا طالع على السلم. طب يعني انا اللي هنطلع قبل منك؟ حاجه يعني كذب، ناس كدابين. بس هعمل ايه؟ العلاج لازم اجي اجيبه، ولازم انا اللي اجي، وحد من عيالي ما ينفعش، لازم انا اللي اجي. لان زي كنت ما باخده من فم الخليج، كنت لازم اروح انا. بس هناك في فم الخليج ده يقول لك شهر وشهر، يعني شهر تيجي وشهر ما تجيش، تبعتي بنتي. هنا مش عايزين يعملوا كده، يقولوا لك لا كل شهر تبقى موجوده. والدكتوره برضو بتبقى خايفه، بحس ان هي خايفه، هي بتدينا الدواء. ف مش عارفه والله، الواحد انا تعبت حياة ربنا بجد، تعبت. بس هعمل ايه؟ لازم انا اجي اجيبه، مش هم اللي يجوا يجيبوه. عامة يعني انا لما اروح هكلمكم واقول لكم ايه اللي حصل تاني. النهارده مش الجلسه لسه يوم 13. يا ده انا نسيت. انا الدكتور منير حجزت عنده 5/10، وانا هبقى واخده 13 الجلسه. فبصراحه مدام زينب اللي قاعده على الشباك قالت لي تعالي اي وقت وانا هدخلك. عشان انا قلت لها انا دلوقتي انا هبقى تعبانه واخده الجلسه. قالت لي طب تعالي بعديها بقى اي وقت وانا هدخلك، اما اشوف فعلا هتصدق في كلامها ولا لا. الله العظيم انا تعبت من الناس الكذابه والناس المنافقه. الدنيا بقت نفاق وكذب وقرف. يعني في الوقت اللي الواحد فيه بيعرف ربنا والحمد لله، يعني الواحد لا بيعمل غلط ولا بيجيب سيرة حد ولا محدود، وفي حاله. وتبص تلاقي اللي هم الناس هم اللي وحشين، اللي يكذب واللي ينافق واللي يعمل. الواحد مش عارف يعمل ايه بجد الزمن الاخضر ده. انا قاعده والله في الجنينه اهو، مستنيه ريهام لما تيجي عشان اروح معاها. باب بتاعنا.